طلاق مفاجئ بين الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني بعد 2 جواز، وبعد ما خلف منها بنتين. أعلنت النهاردة علياء بسيوني خبر طلاقها من الفنان أحمد سعد، والحقيقة كشفت عن تفاصيل صادمة عن سبب الطلاق. أولا واضح عليها الألم الشديد، لأن قرار الطلاق ما كانش مترتب ليه. القرار كان لحظي ومفاجئ من الفنان أحمد سعد، خد القرار وحصل الانفصال سريعا. طبعا ده تسبب ليها في ألم شديد كان واضح جدا من خلال منشور نشرته، وقالت ان هو بني آدم أصله وحش معدنه سيء، ربنا ينتقم منه ويديله على قد كل حاجة عملها معاها. من ضمن الأسباب اللي أعلنتها علياء بسيوني عن سبب الانفصال، أول حاجة إن هي قالت إن هي تقريبا كانت بتعمل كل حاجة لوحدها. هي كانت بتتحمل وكانت بتضحي، فهي اللي كانت شايلة الليلة، هو ما كانش بيشاركها في حاجة. هو كان دايما مشغول، سايبها مؤخرا مع بناتها ومشغول في الساحل وخروجات الساحل، وبعد كده مشغول بشغله، وهي طبعا في آخر أولوياته هي وبناتها. علياء بسيوني برضو قالت ان هي حاولت كتير في انجاح العلاقة، لكن الحقيقة الجهد المبذول كان دايما بيكون من طرفها بس بدون ما هو يبذل اي مجهود. قالت برضو ان هي عدت بمواقف كتير وحاجات في حياتها محدش كان يقدر يستحملها ويعديها، لكن هي بتعديها علشان خاطر تحافظ عليه وعلشان خاطر تحافظ على البيت والأسرة. لكن هو في ثانية قرر ان هو يدمر كل ده ويدمر الأسرة ويحدث الطلاق. آخر علياء بسيوني وجهت له رسالة إن ربنا ينتقم منك وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وإن هي طبعا مش مسامحاه، ووصفته بإن هو أكبر مقلب خدته في حياتها. كده خلصت قصة أحمد سعد وعلياء بسيوني، ودي كانت الجوازة رقم 4 ليه. وممكن واحدة 5 تيجي وتتجوزه وتقول I can't fix him. نتمنى التوفيق لعلياء بسيوني في حياتها القادمة، وربنا يهديك يا أحمد يا سعد وتصلح أي حاجة غلط عملتها في حياتك.